والنهارده معانا واحد من اشيك موبايلات شاومي الحديثه من الفئه المتوسطه، وهو شاومي نوت 13 برو 5G. خدوا بالكم من موضوع ال 5G ده، لان في موبايل تاني بنفس الاسم 4G، لكن كل مواصفاته تقريبا مختلفه عن الموبايل ده، رغم ان في ما بينهم تشابه، لكن احنا نقدر نعتبر ان هو موبايل تاني. وعكس المعتاد من شاومي، نوت 13 برو المره دي حاطط نفسه في مكان مختلف شويه في الفئه المتوسطه، يعني توليفة المواصفات مختلفة شوية عن المعتاد من شاومي. فتعالوا نعرف مع بعض ايه كل مواصفاته وعيوبه ومميزاته، وهيكون مناسب لمين بالظبط. فأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من سولوبيديا، معاكم إسلام، ويلا بينا نبدأ. نوت 13 برو هو واحد من موبايلات الفئة المتوسطة من شاومي، اللي سعره حاليا في حدود $350 أو 1300 درهم إماراتي، وموجود في مصر بسعر 16000 جنيه. لكن لازم ناخد بالنا إن دي نسخة ال 4G، وهي نسخة مختلفة تماما في كل المواصفات تقريبا. فغالبا لو حبيت إنك تجيب الموبايل ده هتضطر آسفا إنك تجيبه من بره مصر. علبة الموبايل المرة دي مختلفة عن تغليف شاومي المعتاد. بنفتح العلبة نلاقي في وشنا علبة تانية فيها كفر وشوية كتالوجات والإبرة بتاعة السيم تري، لكن الكفر باللون الأسود، مع إن الموبايل اللي معانا ده لونه أرورا بيربل، لكن الكفر باللون الأسود. يعني ما علينا. تحت العلبة دي هنلاقي الموبايل، وتحت الموبايل هنلاقي شاحن وكيبل شحن موجودين في العلبة. الشاحن سايب تغليفه وطالع، معرفش ليه، لكن الشاحن ده هو شاحن شاومي التيربو بقدرة 67 واط، وكيبل الشحن اللي جاي معاه هو كيبل تايب سي جاي بلون مختلف عشان تتأكد ان هو بيدعم سرعة الشحن دي فعلا. الطريقة دي في تقسيمة العلبة بتفكرني قوي بموبايلات وان بلس، ممكن، ما علينا. والموبايل نفسه متغلف بكيس بلاستيك كده، وشكله فعلا وهو طالع من التغليف جميل جدا. صحيح ان اللون ده اسمه ارورا بيربل، لكن هو لون فاتح جدا جدا. شكل الموبايل من بعيد كأنه موبايل باللون الابيض، شوية شبه الوان موبايلات هواوي بتاعت زمان. واللون ده كمان بالذات مميز عن بقية الوان الموبايل كلها، بان مربع الكاميرات فيه 3 الوان مختلفة عن لون الظهر. ظهر الموبايل ده معمول من الازاز، ولون الظهر كله مطفي تماما، فمش بيبصم او مش بيبان عليه البصمات بسهولة. ومربع الكاميرات المميز ده هو اللي لونه بيلمع جدا زي المراية تقريبا. فمبدئيا كده الديزاين ده شبابي جدا ومختلف فعلا عن كل الموبايلات اللي فاتت، ورغم اني مقتنع تماما ان اللون ده هو لون بناتي صرف اكيد، يعني بيربل، لكن وانت ماسك الموبايل هو مش شرط انك تقول ان هو بيربل، هو فعلا ابيض ويمشي للجنسين. انتوا قولوا لي رايكم. ويمكن عشان كده جاي الكفر العجيب الاسود ده. انا مش فاهم ابدا ايه السبب اللي ممكن يخليني احط كفر اسود على موبايل لونه وشكله شيك بالشكل ده. هاتوا كفر شفاف ويصفر عادي ونجيب غيره بعد كده، لكن ليه؟ اما فريم الموبايل فهو فلات تماما من الاربع جهات. من فوق مدخل 3.5 مللي لسه موجود، وفتحة سماعة سبيكر، وفتحة ميكروفون، وفتحة للانفراريد. اما من تحت هنلاقي فتحة سبيكر كبيرة جنبها مدخل شحن تايب سي، وفتحة ميكروفون والسيم تري برضه جنب بعض كده عشان يلخبطوك. بلاي. على اليمين هنلاقي زرار الباور وزراير الفوليوم، وعلى الشمال مفيش اي حاجة خالص. وبسبب الفريم الفلات ده فتقدر بسهولة انك توقف الموبايل على اي جهة ما عدا الجهة اللي فيها الزراير. يعني الموضوع ده مفيد في التصوير من غير ترايبود. اما بالنسبة لشاشة الموبايل فبتيجي بحواف رفيعة جدا من اليمين والشمال قد بعضهم، وحواف اكبر حاجة بسيطة من فوق ومن تحت. والكاميرا السيلفي بتيجي في بانش هول في نص الشاشة، وفوقيها سماعة مكالمات عرضها صغير جدا، وهي نفس السماعة اللي بتستخدم كسبيكر، وليها فتحة تانية من فوق. والشاشة فلات تماما مفيش فيها اي ايدجز خالص، وبتيجي ملزوق عليها سكرين بروتكتور من الجيلاتين ممتازة جدا ومظبوطة على القد بالظبط، بحيث ان هي ما تضايقش اي كفر هتستخدمه مع الموبايل. واكيد مش بتكلم عن الكفر الاسود، متحطوش الكفر ده يا جماعة. الشاشة هنا هي شاشة أموليد 120 هرتز تدعم الدولبي فيجن، وشدة الإضاءة فيها بتوصل ل 1800 نيتس، فيعتبر رقم كويس جدا بيخليها واضحة جدا في الشمس. حجم الشاشة حوالي 6.7 إنش تقريبا، وبريزوليوشن فول اتش دي بلس، وبيجي عليها طبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتس. وطبعا في الموبايل اولويز اون ديسبلاي، فيها اختيارات كتير تعتبر لطيفة جدا. الوان الشاشة في رأيي ممتازة جدا جدا، فيها تباين وكونتراست عالي قوي، ما بتضلمش لما تكون مميلة في اي جهة، لكن طبيعي الالوان بتختلف شوية لما تكون بزاوية.
اما بالنسبه للصوت فالموبايل بيجي بسماعات ستيريو زي ما شفنا، في سماعه تحت بتشتغل مع سماعه المكالمات اللي ليها فتحه تانية من فوق، والاتنين مع بعض صوتهم عالي وواضح جدا. لكن انا في رأيي لما بتعلي الصوت لأعلى درجة الجودة بتقل شوية عن الطبيعي. والموبايل كله بيجي بدرجة حماية من المية والأتربة IP54، فتعتبر درجة ضعيفة جدا، نقدر نقول ان هو يدوب مقاوم لطلطشة المية الخفيفة. السيم تراي فيه مكان لخطين، لكن ما تقدرش انك تستخدم السيم تراي عشان تركب ميموري اضافي. وموبايل هنا كمان بيدعم شرايح الاي سيم. وطبعا بما ان فيه انفراريد ففي هنا اكيد تطبيق للريموت وهو مي ريموت، تقدر منه انك تضيف ريموت خاص باي جهاز موجود عندك وتتحكم بعد كده في الجهاز ده عن طريق الموبايل نفسه. لو حد يا جماعة يعرف لسه استخدام تاني للاي ار بينفع دلوقتي قولولي عليه. البصمة في الموبايل موجودة تحت الشاشة، مكانها يعتبر كويس لكن يعتبر واطي شوية لتحت، ودقتها تعتبر ممتازة جدا، تفتح من أول مرة في كل مرة وبتفتح بسرعة جدا جدا، مفيش فيها أي مشاكل. والفيس أنلوك هنا برضو من الحاجات الممتازة جدا في الموبايل، بيتسجل بسرعة جدا وبيفتح بسرعة جدا وبيفتح من أي زاوية تقريبا، حتى لو كان محطوط على المكتب مجرد بيفتح على طول. وفي شوية فيتشر زي الدبل تاب وريست ويك اب، والكلام ده مع الفيس انلوك بيخلي الموبايل بيفتح طول الوقت، بيفتح لوحده، يعني مجرد ما ابقى سايبه في اي حته بس وامسكه كده هو فتح، انا ما اقصدش افتحه وهو فتح. وبالنسبه لباقي المواصفات فالموبايل بيجي فيه NFC، تقدر تستخدم الوالت عشان تدفع من خلال الموبايل، ورغم ان فيه 3.5 مللي لكن ما بيجيش فيه راديو، وبيدعم الاون ذا جو او الاوتو جي، فتقدر انك توصل اي فلاشه او اي هارد خارجي مباشره على الموبايل. لكن لان اليو اس بي هنا هو USB 2 مش 3 فنسخ الملفات ما يعتبرش اسرع حاجه. وبالنسبه للمواصفات الداخليه فالموبايل بيجي بمعالج سناب دراجون 7 اس جين 2، ده معالج حديث جدا بتكنولوجي 4 نانومتر، لكن ما يعتبرش اسرع معالج في الفئه دي. البنش مارك بتاعه على انتوتو حاليا حوالي 500 الف تقريبا، يعتبر رقم متوسط كويس جدا، مش عالي ومش قليل. الرام بتيجي من 8 ل 16 جيجا بايت رام، والذاكره الداخليه من 128 ل 512 جيجا بايت من نوع UFS 2.2، فما تعتبرش سريعه قوي. والنسخه اللي معانا النهارده هي نسخه 12 جيجا بايت رام 512 ذاكره داخليه. ومع المواصفات دي والشاشة 120 هرتز هنلاقي الموبايل هنا أداؤه يعتبر كويس جدا جدا. طبعا الحركة والتنقل جوه الموبايل والتنقل ما بين الابليكيشنز كل دي حاجات بتتم بسلاسة وبسرعة ممتازة جدا. وحتى مع تجارب الجيمز التقيلة زي PUBG وكول اوف ديوتي واسفلت فالموبايل كان بيأدي أداء ممتاز جدا. والموبايل بيجي باندرويد 13 لكن اكيد هينزل له اندرويد 14 قريب جدا، وبيجي برضه بواجهه MIUI 14، واجهه شاومي المعتاده اللي تعتبر واجهه سريعه جدا عمليه جدا. لكن في رايي دايما واجهات شاومي هي واجهات عاديه ما بيكونش فيها حاجات مميزه كتير، حتى الانيميشن والتنقل ما بين الابليكيشنز والحاجات دي كلها لا زلت بحسها قديمه شويه او اوت ديتد. بصراحه شاومي محتاجين يتعلموا اكتر من سامسونج وان بلس وغيرهم، بدل ما ياخدوا بس طريقة تغليف العلبة، الواجهة أهم. ولما بتشغل أي جيم هنلاحظ إن واجهة شاومي بيبقى فيها جيمنج مود أو جيمنج بوست، تقدر إنك تجيبه بإنك تسحبه من اليمين أو من الشمال. المفروض إنه يكون شوية شبه الجيمنج مود بتاع وان بلس، لكن لسه بدري كتير قوي على ما يوصل لنفس الليفل. المفروض إننا منه بنقدر نعمل بوستنج للجيم، وبعد ما نعمل بوستنج لسه نقدر نعلي البرفورمانس. مش عارف ليه خطوتين، يعني المفروض هي تبقى خطوة واحدة بس. وتقدر برضه انك تشوف الفريم ريتس، تغير صوتك، تعمل سكرين ريكوردنج، لكن مفيش مثلا ستيتس تقدر تعرف بيها طول الوقت كام الفريم ريت بتاع الشاشه. فاصلا عشان اتاكد كل شويه اللعبه حاليا شغاله بكام فريم في الثانيه لازم اسحب الشاشه دي من الجنب، وما اقدرش وقتها اعمل اي حاجه تانية في الموبايل، فبتفرج بس وبخسر معظم وقت انا بعمل كده. يعني الفكرة لطيفة لكن لسه محتاجة تطويرات كتير قوي. وبرضه كالعادة جيمز كتير جدا المفروض انها تدعم 120 هرتز ما بتشتغلش 120، معرفش ليه، ممكن يكون ليه علاقة بتقل الجيمز نفسها، لكن بشكل عام كتجربة اداء للجيمز على الموبايل ده تعتبر كويسة جدا جدا. الموبايل بيسخن لكن السخونة الطبيعية مش سخونة زيادة خالص، فاداء الموبايل في الجيمز وسرعة اداء الموبايل بشكل عام تعتبر كويسة جدا. لكن اكيد دي مش نقطة القوة الاساسية اللي مثلا ممكن تميز الموبايل ده عن غيره. حجم البطارية هو 5100 ملي امبير، وزي ما شفنا بتدعم الشحن لغاية سرعة 67 واط، ومع الشاحن ده والكيبل ده
بتقدر توصل من 0 ل 50% في 17 دقيقة، وبتاخد حوالي ساعة إلا ربع عشان تشحن الموبايل من 0 ل 100%. لو وصلت الشاحن مباشرة في الموبايل بتبقى شايف الأرقام كده عمالة بتعلى قدامك، لكن لو بتستخدم شاحن تاني أو كيبل تاني مع نفس الشاحن مش هتلاقي الجرافيك ده، وهتلاقي سرعة الشحن بقت سرعة عادية جدا. صحيح تردد الشاشة هنا ما هواش تردد متغير قوي طول الوقت، فمش بيوفر كتير في البطارية، لكن مع حجم البطارية دي والمعالج ال 4 نانومتر لازال البطارية هنا بتقعد اليوم كامل بكل سهولة، ومش هتحس أبدا إنك بتعاني أو بتقابل فيها أي مشاكل. فكل المواصفات اللي اتكلمنا عنها لغاية دلوقتي هي مواصفات كويسة، بس تعتبر عادية جدا على الفئة دي من الموبايلات. فنيجي دلوقتي لواحدة من أهم النقط اللي بتميز الموبايل ده عن كتير من موبايلات الفئة المتوسطة، وهو الكاميرات. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات في الظهر. الكاميرا الرئيسية هي كاميرا 200 ميجا بكسل، لكن مش ده المهم، بلاش نتخدع بأرقام البكسل. المهم إن حجم السنسور بتاعها يعتبر كويس، 1/1.4 إنش، وبيجي كمان بأوتو فوكس وتثبيت بصري OIS. وأكتر حاجتين تهمني في الكاميرا وتخلي الكاميرا دي كويسة أو وحشة هو حجم السنسور والOIS. اما الكاميرا التانية فهي كاميرا الترا وايد متواضعة 8 ميجا بكسل، بتصور بزاوية 118 درجة. اما الكاميرا التالتة فهي كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل. ونتائج الكاميرا الرئيسية في الشمس نتائج تعتبر في رأيي ممتازة جدا جدا. التونز والالوان والكواليتي بشكل عام ممتازة جدا جدا. ولو صورت هاي ريز بحجم 200 ميجا بكسل فعلا، فطول ما انا في الشمس النتائج بتكون ممتازة جدا جدا. وصور البورتريه كمان بالكاميرا الرئيسية تعتبر ممتازة جدا، يكاد يكون مفيش أخطاء في العدل تقريبا. أما كاميرا الألترا وايد فبرضه نتائجها تعتبر ممتازة جدا جدا في الشمس، لكن لأنها كاميرا 8 ميجا بكسل فطبيعي التفاصيل تعتبر قليلة وضعيفة، ما تقدرش إنك تعمل كروب فعليا من الصور اللي هتاخدها بكاميرا الألترا وايد. وكاميرا الماكرو برضه يعتبر أدائها كويس جدا، معرفش مين بيحتاج الكاميرا دي أصلا، لكن بتطلع تفاصيل كتير. وبما ان مفيش كاميرا زوم، فالزوم هنا يعتبر كله زوم ديجيتال، كأن الموبايل بيعمل كروب من الصورة ال 200 ميجا بكسل. واقصى حد للزوم الديجيتال هو 10 اكس زوم، ولا زال في رأيي حتى ال 10 اكس زوم النتائج بتاعته تعتبر مستخدمة جدا جدا في ضوء الشمس، لا زالت التفاصيل والكتابة واضحة والصور مستخدمة فعلا. اما بالنسبة للتصوير في الإضاءة الضعيفة والمتوسطة فأداء الكاميرا الرئيسية لازال في رأيي ممتاز جدا. الصور لازالت شارب، الألوان واضحة، كواليتي الصور هنا في الإضاءة المنخفضة بتعدي موبايلات تانية أغلى من الموبايل ده بكتير. وطبعا في نظام للتصوير بالنايت مود عشان يديلك أداء أفضل في الإضاءة الضعيفة، لكن لاحظت إن أحيانا الصور العادية من غير نايت مود أفضل شوية وأقرب شوية للواقع من ألوان صور النايت مود، لكن مش طول الوقت وعلى حسب الحاجة اللي انت بتصورها. اما بالنسبة لكاميرا الالترا وايد ففي الاضاءة الضعيفة تعتبر ضعيفة جدا، الصور بتكون بلوري ومهزوزة ومفيش اي تفاصيل تقريبا، لكن في الاضاءة المتوسطة نتائج التصوير بالالترا وايد افضل كتير. اما بالنسبة لتصوير الفيديو فالكاميرا الرئيسية بتقدر تصور فيديو 4K 30 فريم في الثانية، وبتستخدم التثبيت الالكتروني خلال التصوير. ده كده فيديو 4K 30 فريم في الثانية، ألوان واضحة وتفاصيل شارب، تعتبر نتائجها ممتازة جدا جدا. وتقدر كمان تصور فيديو فول اتش دي 60 فريم في الثانية، وبرضه النتائج بتاعته تعتبر ممتازة جدا جدا. أما كاميرا الألترا وايد فما بتقدرش إنها تصور غير فول اتش دي 30 فريم في الثانية فقط، وللأسف برضه ما اقدرش إن أنا أتنقل ما بين الكاميرتين خلال التصوير. لو بدأت أصور فيديو وأنا على الكاميرا الوايد فكل الفيديو هيفضل متسجل بالكاميرا دي بس، لكن ما اقدرش أرجع لورا لغاية ما أوصل كاميرا الألترا وايد للأسف. ده 60 فريم في الثانية فول اتش دي، برضه نتائجه لازالت كويسة جدا رغم انه بيكون مقلل الإضاءة شوية، لكن بسبب حجم السنسور أعتقد إن النتائج تعتبر كويسة جدا. وده 4K 30 فريم في الثانية، نتائج ال 4K 30 فريم في الثانية كويسة جدا، ألوان مظبوطة، تفاصيل موجودة، لكن التثبيت الإلكتروني بيكون فيه بعض الأخطاء أحيانا. اما نتائج الالترا وايد في الفيديو في الاضاءة الضعيفة فما اقولكوش بقى، نتائج متواضعة جدا جدا، نتائج غير مستخدمة تقريبا، وده برضو شيء منطقي ومتوقع من كاميرا 8 ميجا بكسل. والموبايل كمان بيقدر يصور سلو موشن فول اتش دي بسرعة 120 فريم في الثانية، وبيقدر كمان يصور بكواليتي اتش دي 240 فريم في الثانية. نتائج السلو موشن تعتبر معقولة جدا جدا، لكن في موبايلات تانية كتير نتائجها أفضل من كده.
بالنسبة للكاميرا السيلفي فهي كاميرا 16 ميجا بكسل بسنسور بحجم تلت انش تقريبا، يعتبر حجمه صغير شوية لكن مناسب للفئة دي من الموبايلات. وأداء الصور بالكاميرا السيلفي في الشمس برضه يعتبر ممتاز جدا جدا، وتقدر برضه تصور صور بورتري ويعتبر أدائها كويس جدا، أخطاء قليلة وألوان ممتازة، وأقدر أعدل عليها بعد كده زي ما أحب، فممتازة جدا. الصور العادية في الإضاءة الضعيفة تعتبر كويسة جدا ولازالت التفاصيل واضحة، نتائج بالنسبة لي ما كنتش أتوقعها أبدا من الموبايل ده. وحتى البورتري مود في الإضاءة الضعيفة يعتبر كويس جدا جدا. والكاميرا السيلفي كمان بتقدر تصور فيديو فول اتش دي بسرعة 30 أو 60 فريم في الثانية. ده كده فيديو سيلفي فول اتش دي 30 فريم في الثانية. وبرضه بتستخدم التثبيت الإلكتروني وأدائها يعتبر كويس جدا. أما بالنسبة لتصوير الفيديو في الإضاءة الضعيفة، التثبيت البصري والإلكتروني شغال بشكل معقول، وإن كان في بعض الأخطاء اللي بتحصل في الصورة لكن لازالت النتيجة كويسة جدا على ظروف الإضاءة. فالموبايل ده في رأيي مناسب جدا لأي حد يهمه شكل الموبايل وبيهتم جدا بالتصوير، لكن في نفس الوقت هاوي مش محترف، وبيحتاج ميموري حجمها كبير جدا، ومش محتاج في نفس الوقت بقى سرعة الأداء الجبارة أو الجيمز القوية. يعني يعتبر استخدامه عادي جدا للموبايل لكن بيهتم اكتر بالتصوير. ولو عندكم اي اسئلة تاني بخصوص الموبايل ده اكتبولي في الكومنتس وهحاول اجاوب عليكم باذن الله. ولو عجبتكم الحلقة فما تنسوش اللايك والشير، الحاجات دي بتفرق جدا جدا لدعم صناعة المحتوى، وسبسكرايب في القناة عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.